ازاي نخلي شات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي هو المساعد الصوتي بتاعك على الموبايل؟ سلام عليكم، انا ايمان محمد. الطريقه سهله وبسيطه، بس هحتاج منك خطوات لازم تمشي عليها. اول حاجه لازم تكون متواجد على قناتي في التليجرام، لان التطبيق ده مش هتلاقيه تاني على جوجل بلاي. كل اللي عليك عشان تلاقي قناتي على التليجرام انك تعمل علامه اد في خانه البحث، وبعدين تكتب ايمان محمد لازقين في بعض كده، هتلاقي قناتي ظهرت لك وعليها صورتي. هتلاقيني سايبه لك التطبيق بصيغه APK تقدر تنزله وتحمله بمنتهى السهوله. ده طبعا قبلها لازم يكون شات جي بي تي مثبت عندك على الموبايل، ودي سهله قوي. كل اللي عليك تدخل على جوجل بلاي، تكتب شات جي بي تي وتحمل التطبيق الاصلي. بعد كده بتفتح تطبيق شات جي بي تي وتسجل دخول باستخدام حسابك، او حتى لو ما عندكش حساب بتعمل حساب جديد، وده بقى متوفر بشكل مجاني وسليم جدا في مصر. الخطوه الثالثه وهي خطوه سهله وبسيطه جدا. كل اللي عليك تدخل على الاعدادات على موبايلك الاندرويد، وبعدين تدخل على التطبيقات. هتلاقي فيه عندك حاجه كده اسمها التطبيقات الافتراضيه. هتلاقي حاجه عندك اسمها التطبيق المساعد الصوتي او المساعد الرقمي. اضغط عليه هتلاقيه متفعل على جوجل، ولكن هتلاقي في عندك اختيار تحت خالص كده اسمه فويس جي بي تي. اضغط عليه بالشكل ده. لو سحبت سحبه من تحت كده لفوق بشكل مطول شويه هيظهر لك المساعد الصوتي الجديد وهو شات جي بي تي. تقدر تكلمه وتقول له اي حاجه بصوتك وهو هيرد عليك بمنتهى السهوله. لو عاوز فيديوهات اكتر من النوعيه دي بص على البروفايل بتاعي، هتلاقي فيه من ده كتير. ولكن الاهم من كده لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد.